من انتقال بنزيما إلى الدوري السعودي إلى تقارير صحفية كشفت أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر الانتقال إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي. التقارير أكدت أيضا أن بطل العالم مع المنتخب الأرجنتيني أخطر برشلونة بأنه لن يعود مجددا، وأنه فضل الانضمام إلى فريق إنتر ميامي في وقت كان الحديث فيه عن انتقاله إما إلى نادي الهلال السعودي أو عن العودة إلى النادي الكتالوني. افتتح برشلونة متحفه الجديد والذي سيكون مؤقتا في انتظار الانتهاء من أعمال التجديد التي يخضع لها المعقل التاريخي لبلوغرانا الكامب نو. مراسلنا باسل طبال يحمل المزيد من التفاصيل. اليوم هو يوم خاص في هذا المكان، متحف برشلونة الجديد والمؤقت حتى ينتهي ملعب برشلونة الجديد. هذا المكان مميز جدا، بإمكانكم أن تتابعوا وأن تشاهدوا فيه كل الألقاب وكل الكؤوس التي أحرزها نادي برشلونة في تاريخه، من كؤوس الليغا إلى كؤوس الملك، بالإضافة إلى كأس السوبر الإسبانية وأيضا أوروبا، كأس العالم للأندية. وفي هذا المكان هنا في الخلف خلفي تماما دوري أبطال أوروبا، البطولات الخمس التي أحرزها نادي برشلونة، الكؤوس الخمس من عام 1992 حتى 2015 مع آخر بطولة أحرزها النادي في هذه البطولة. وهنا أيضا هذا المكان مخصص لقمصان تاريخية للاعبين تاريخيين مثل رونالدينيو، مثل غوارديولا، مثل سواريز، مثل نيمار، أساطير مروا إلى هذا النادي. وهنالك أيضا في تلك الجهة المكان المخصص لليونيل ميسي كما كان أيضا موجود في المتحف القديم. إذن أيضا في هذا المتحف هناك مكان افتراضي بإمكانكم أن تعرفوا فيه على غرفة الملابس، وأيضا يأخذكم في رحلة نحو الملعب الجديد لتتعرفوا بشكل مفصل على كيف سيكون هذا الملعب الجديد اللي يفترض أن ينتهي مع نهاية عام 2024 في نوفمبر تحديدا 2024. أشكركم على حضوركم في هذا الحفل في بارسا إميرسيف تور، وهو متحف برشلونة. وفي هذا المكان تتعرفون على ماضي، حاضر ومستقبل النادي. مكان عصري وجديد، وبإمكانك أن تتعرف من خلاله على تاريخ نادي برشلونة وعلى كل أسراره. باسل طبال، بين سبورتس، برشلونة. بدوره باريس سان جيرمان يتوج بلقبه 11 في الليغ A. سيناريو مشابه كنا نتحدث قبل لحظات بالنسبة لباريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ، لكن على الأقل مصيره كان بيده في الجولة الأخيرة. صحيح، خلينا نقول تتويج بدون ألوان. ليش؟ لأنه لازم نحط الأشياء في نصابها. لو نتكلم على البي اس جي من 2010 للحين، واحد من أنجح حكايات كرة قدم في العالم. هذا التتويج 32 للبي اس جي، يعني في التوب 5 ما في ولا فريق تمكن أنه يفوز ب 32 لقب في 13 سنة، من 2010 للحين 13 سنة. في نفس الوقت هل أصبح البي اس جي أكبر من البطولات؟ نعم، لأنه منذ مجيء رئيس ناصر الخليفي لبى ووفر كل شيء ممكن لتصدر البي اس جي على الكرة الأوروبية، إن لم نقل على الكرة العالمية. آخرها فقط لما يكون عندك ثلاثة من أحسن اللاعبين في العالم عبر التاريخ. عندك مبابي لا يكون جوهرة كرة القدم، عندك نيمار وعندك ميسي، لكن في كل مرة خاصة هذه السنة، ولهذا لازم نتكلموا على المنظومة الكروية، لأنه مشجعين باريس سان جيرمان وإدارة بي اس جي محبين الكرة، يعرفوا الكرة وعارفين أنه راح يفوزوا بالدوري لأنه عندهم إمكانيات يفوزوا، لكن الطريقة اللي فاز بها ما راهيش في مستوى البي اس جي. تقريبا في كل مباراة لعبها هذه السنة البي اس جي تحس أنه الفريق المنافس دائما تقريبا أحسن منه وأخطر منه، وفيه دائما تلاشي، سواء يلعب الشوط الأول سواء يلعب الشوط الثاني. المنظومة الهجومية والمنظومة الدفاعية ما كانش في المستوى، وخاصة تذبذب المدرب بتذبذبه في التكتيكي، مرة يلعب 3 مدافعين بعدين 4، 2 في الوسط بعدين 3 5 2، يعني تغير الأشياء. سنعود نفصل هذه الأمور أكثر ونتحدث عنها بتفصيل.
سمير، هل التتويج بلقب الدوري مرضي بعد موسم بين قوسين مخيب؟ طبعا انت لو خسرت الدوري اعتقد يبقى موسم كارثي، وخصوصا اللي توفر لك كل الامكانيات، ولكن انت ممكن يبقى معاك جوده لاعبين على اعلى مستوى ولكن لا تملك اداره المجموعه وايجاد توليفه تحقق الانتصارات، وده اللي كان موجود مع جالديه. من وجهه نظري وجهين مختلفين. دور اول كان باريس سان جيرمان من افضل الفرق على المستوى الهجومي والدفاعي، ولكن بعد كاس العالم اداء وتذبذب غير عادي. ميسي، في وجود ميسي طبعا ومبابي افضل لاعب في كاس العالم وهداف كاس العالم، اللي السنه دي في رقم متشابه مع بعض. الاثنين يا جهاد مشاركين، هنا في 32 وهنا في 32 هدف. ده هداف الدوري الفرنسي ب 28، متقدم على لاجازيت ب 27 وصانع 4 اسيست، مع ميسي 16 تسجيل و16 اسيست. فاذا 64 هدف في المجمل عام، اعتقد ده شيء كبير. الاثنين لعيبه فقط يحققوا لك هذا الرقم. المفروض يبقى في منظومه بتخدم ميسي ومبابي، وده احنا ما شفناهوش. احنا تغيير نظام اللعب ده يؤثر كتير على المستوى الفني لدى الفريق. ثبات التشكيل مهم. حته الاصابات، يعني انت عندك يا جهاد اكتر من 12 واحد مصاب، ده كتير قوي في عالم كره القدم. نيمار مصاب، كيمبيمبي في خط يعني جالتيه مش مسؤول عن اللي حصل. لا ازاي؟ هو مسؤول على ثبات على التشكيل. انت بتقول لي في اصابات وبتقول لي في ايوه، مين سبب الاصابات دي يا جهاد؟ مين سبب؟ هو جالتيه مسؤول عن الاصابات؟ بص، موسم كاس عالم يا سمير، المدير الفني هو المسؤول الاول والاخير على الفريق في اخفاقه. حتى على المستوى، احنا ما فيش فريق بيلاعب باريس سان جيرمان الا لما تلاقي نسبه الاستحواذ، حتى لو فريق ضعيف مستحوذ مهدد. باريس سان جيرمان شفت المباراه اليوم مباراه متكافئه للغايه، مع ان انت بتلاعب منافس المفروض يبقى بعيد عنك، ولكن غياب نيمار برضه مؤثر تأثير. اليوم غاب 8 لاعبين، وهذا التبرير اللي برره كريستوف جالتيه. يعني قال انه يعني خسرنا دوري ابطال اوروبا بسبب الغيابات، وكان ذكر من قبل انه للاسف كانت مباريات نادره التي اجتمع فيها كل من ميسي ونيمار ومبابي، إضافة إلى أنه موسم كأس العالم. كل الفرق الكبيرة يعني بعد كأس العالم وأنت تعلم أنها تراجعت بمستوياتها. لا صحيح. هل يجب أن نحمل كل شيء لكريستوف؟ لا طبعا لا، لكن المسؤول الأول هو كريستوف جالتيه، لأنه كريستوف جالتيه إضافة فقط وبعدين أرجع له. لأنه حتى نيمار قبل كأس العالم احسن ثلاثي في العالم كان ثلاثي باريس سان جيرمان، لانه نيمار مشارك تقريبا في 25 هدف وما لعبش تقريبا نصف السنه، سجل 14 اظن عنده 13 اسيست ولا اكثر. لكن المشكل الحقيقي لجالتيه هو في النظره الحقيقيه والثوابت للمنظومه الكرويه اللي ما كانتش ثابته، في كل مره كانت تتغير لأنه لم يكتمل الفريق. ممتاز. لأنه كان دائما عنده إصابات وغيابات طويلة. ممتاز. لكن الغيابات مش مهمة لهذه الدرجة، كان فيه غيابين فقط اللي مهمين، كيمبيمبي ونيمار. هو يتكلم على 8 لاعبين نصفهم ولا 80% كلهم في الدكة. لا، الدكة هو مسؤول، أنت مسؤول عليها. ليش جبت سولار؟ ليش جبت اللاعبين اللي ما لهمش في قيمة البي اس جي؟ لما تكلمت على ناصر الخليفي كنت عملت مزحة فقط. لما خسر ضد ليون ناصر الخليفي نزل للملعب عشان يرجع الفريق ويحشد الفريق. انا قلت لهم هم محظوظين اللاعبين والمدرب انه ما مشاش معاه العصا، لانه تقريبا اعطى لهم كل شيء. احسن لاعبين في العالم، احسن مدربين في العالم. بي اس جي في الحين يجلس في مجالس الكبار، توب 5 في العالم، توب 5، لانه المفروض انه يفوز بالتشامبيونز ليج، لانه موفر كل شيء وظروف العمل اكثر من ممتازه. ولهذا لكن ما نساوش نقطه مهمه جدا، وهذا لازم نعملها موضوع كبير، المدراء الرياضيين. لان المدراء الرياضيين هم المشكله، كانت عندهم مسؤوليه كبيره من انتيرو انريكي الى ليوناردو الى كامبوس. وخصوصا على مستوى العمود الفقري يا جهاد. يعني باريس سان جيرمان تفتقد لاعب رقم 9، انت مش على طول هتشتغل براس حربة وهمي. مهم جدا في اوقات، واحنا شفناه مع مان سيتي
مان سيتي الاستراتيجيه الهجوميه اتغيرت والتنوع التكتيكي اتغير في وجود هالاند. انت مهم جدا يبقى عندك عمود فقري مميز، فاذا لو عندك رقم 9 كويس، انت عندك حكيمي ونونيز الاثنين عندهم سيرفات عرضيه مميزه للغايه، فاذا وحتى على مستوى التحولات محتاج ستيشن قوي تقدر تطلع عليه، ده مش موجود في باريس سان جيرمان. فاذا على مستوى حتى لاعب رقم 6 في حته الافتكاك في وسط الملعب مش موجود، حتى مستوى قلبي الدفاع محتاج لاعب مميز يقدر يقود الدفاع، طبعا مع احترامي الشديد لراموس، ولكن العمود الفقري مهم جدا للفريق، مهم جدا تجيب لعيبه تليق بباريس سان جيرمان لو انت عاوز تذهب لبعيد في دوري الابطال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتكم عالم الرياضة، قناتنا وقناتكم كاملين. نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. الخوت نذكركم في الدوري الألماني وقعت واحد الريمونتادا تاريخية البارح ما بين بروسيا دورتموند وما بين بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني. الخوت واحد المباراة كانت مجنونة عن بروسيا دورتموند، صراحة الله تا كان فاز بروسيا دورتموند غادي نقولوا له مبروك 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 لعشاق بروسيا دورتموند بالدوري الألماني، ولكن بروسيا دورتموند تعادلت في الملعب ديالها هدفين مقابل هدفين، والبايرن ميونخ فاز في الدقائق الأخيرة ب2-1 من بعد ما شاهدنا البايرن كان متعادل في الدقيقة 80 وفي الدقيقة 85 بايرن ميونخ سجل الهدف رقم الثاني دا البطولة. ومبروك على البايرن ومبروك على عشاق بايرن ميونخ. الخوت ديالي كما شاهدنا البارح ليونيل ميسي توج بالدوري الفرنسي مع نادي باريس سان جيرمان. نادي باريس سان جيرمان مع ميسي دا 2 بطولات على التوالي، الموسم اللي قبل وهذا الموسم هذا. مبروك لعشاق ليونيل ميسي وليونيل ميسي ايضا. الخوت بغيت نسولكم، واش ليونيل ميسي سيعود الى نادي برشلونة من جديد وغادي تكون واحد الريمونتادا عاوتاني في الانتقالات الشتويه لنادي برشلونة وغادي يبقى واحد المعجزه الى رجع ميسي الى نادي برشلونة؟ انا عارفكم عشاق برشلونة باغين ان ميسي يرجع للبيت السابق ديالو اللي كان فيه. الخوت خليوا لي رايكم، واش تبغيو ليونيل ميسي يعود وترجع الفرجه من جديد في الدوري الاسباني، ولا تبغيوه صافي يمشي للنصر او الهلال السعودي؟ خليوا لي رايكم في التعليق، ورايكم راه مهم بالنسبه لينا حنايا. وشكرا لكم جزيلا. كان معكم الاخ رضا من قناه عالم الرياضه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.